السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة أكلمكم عن اللانش بوكس الجديد بتاعنا. طبعا اللانش بوكس دي ماركة وحلو جدا وتفاصيله جميلة جدا، والأهم إن الطفل بيتعامل معاه عادي بسهولة جدا، لأن أنا عندي ابني صادفنا كتير لانش بوكسات كانت بتضيق خلق الولد، كان بيقفلها بعنف أو مش عارف يقفلها، فاحنا اشترينا كتير الصراحة لانش بوكس. فتعالوا اوريكم اهم اللانش بوكسات اللي عندنا في البيت والعملية واللي تقدر تعيش معاكي سنة واتنين وتلاتة، لو لقيتيها في السوق تقدر ان انت تجيبيها. هو ده غالي شوية بس حلو بصراحة، والحلو فيه ان التكات زي ما انتوا شايفين الريش تقيلة وحلوة ومحملة، وزي ما انتوا شايفين اتنين عين قد بعض وعين كبيرة شوية. تمام. وبصي زي ما انت شايفة كده الغطا الريش اللي موجودة فيه سهلة وحلوة ومش بمفصلات، لان احنا جبنا قبل كده اللي هو كان بمفصلات وكان بيتكسر بيرجع باتنين بس بتلاتة بس. اشترينا كتير الصراحة، فانت لو صادفك الحاجات اللي موجودة في الفيديو دي هاتيها وانت مغمضة. طبعا الشوكة والمعلقة والسكينة دولت مش بتلاقيهم في كل المحلات، لان انا اتفرجت على الطقم ده في كذا محل. المحل الوحيد اللي لقيته حاطط حاجاته فيه اللي هو ده اللي انا اشتريت منه، وطبعا المحلات التانية واخدين الشوكة والمعلقة والسكينة وسايبين اللانش بوكس فاضي. زي ما انتوا شايفين الماتريال بتاع المعلقة والشوكة والسكينة تقيل جدا، تقيل ومحمل وحاجة حلوة بصراحة، حاجة حلوة، حاجة تستاهل الفلوس اللي انت دفعتيها. وزي ما انت شايفة العلبة اللي تحت الأخيرة غويطة جدا، تقدري ان انت تحطي جواها كذا ساندوتش فينو وعليهم كمان قرصة، وطبعا رقم 5، وكمان تقدري ان انت تحطيه في الغسالة تغسليه، ولكن هو مش مستاهل ان هو يتغسل، ده حلو جدا على فكرة. هو لونه فيروزي غامق جدا، بس انا معرفش هو طالع قدامك باللون ده ازاي. تمام. وهو فرحان بيه جدا، والاجمل انك بتلاقي الزمزمية معاه، يعني ما بتقدريش ان انت تلفي محلات كتير علشان خاطر توفقي الزمزمية بنفس درجة لون اللانش بوكس لو بتهتمي بالتفاصيل البسيطة دي. وزي ما انت شايفة كده الماركة بتاعت اللانش بوكس والزمزمية مكتوب عليها محفورة كده وفيها نعومة كده، حاجة نضيفة بصراحة. هو بيلمع اكتر من كده، واللي عجبني كمان ان الغطا بتاعه معاه، لان انا ابني كان دايما بيرجع من غير الغطا، يا اما يكسر كبسولة الغطاء. احنا شوفنا حاجات كتير على مدار الكام سنة اللي هو راحهم بصراحة، ودول كانت اللانش بوكس ده عزيز على قلبي جدا. هو كان مش غالي ولكن كان حلو جدا، تقدري ان انت لو ولادك هتقعد فترة طويلة في المدرسة وهيجولك على المغرب تقدري ان انت تحطي فيه كل حاجة، بياخد كمية كبيرة جدا. يعني ما شاء الله ما تبقيش قلقانة ان الولد راجع تعبان او البنت هفتانين جعانين طول النهار بره، فاهماني؟ فده بعوزه للايام اللي هيقعدوا فيه وقت طويل بره في المدرسة. وطبعا ده كان عندنا السنة اللي فاتت، ولانه كان بيحبه طبعا راح بيه المدرسة واتسرق منه هناك ورجع يعيط، فجبت له السنة دي بصراحة اللانش بوكس ده زي ما انتم شايفينه جديد. والاجمل من كده ان الحفاظة بتاعته دي العلبة كانت السنة اللي فاتت واللي قبليها بتتعمل أكريليك، ولكن السنة دي عملوها بلاستيك عشان تبقى ضد الصدمات. وطبعا رقم 5 ويدخل برضو غسالة الأطباق. وده كمان برضو كان اللانش بوكس المعمر معانا، يعني بقاله سنتين ولا حاجة، أكتر من سنتين، وكمان بياخد حاجات كتيرة زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم توفري كذا لانش بوكس عندك في البيت لو تقدري، ويكونوا معمرين زي دولت. يعني انا بجيب لك الخلاصه والنهايه ان هو ده اللانش بوكس اللي هتقدري تعتمدي عليه. وده كمان لانش بوكس ابني بيحبه جدا. اللانش بوكس دوت كان جواه زي ما انتوا شايفين كده، جواه العلبة بتاعته بتاخد حاجات كتير، وكان جواه زمزمية بتدخل في نفس اللانش بوكس، وكله بيدخل والأكل وكل حاجة بياخد كمية حلوة جدا. لو عايزة تشوفيها هتلاقيه عندي في القناة في الريلز في اللانش بوكس بتاع المدرسة. بياخد حاجات كتير، انت يظهر لك ان هو مش بياخد، بس هو بياخد حاجات كتير وكله بيدخل مع بعضيه. الحفاظة بالزمزمية كله بيتقفل، وكان بيلبسه على صدره كده ويمشي، ولكن رجع لي برضو من غير الزمزمية خالص بقى.
يعني مش غطا، لأ من غير الزمزمية طبعًا زي ما أنتم شايفين القطة بتاعتنا قاعدة بتراقب الموضوع، فقُلت أجيبها معانا في وسط الفيديو. وأنا جبت لِك الخلاصة من اللانش بوكس والزمزمية اللي ماسكة نفسها دي، علشان لو حد مش قادر إن هو يشتري كل سنة يقدر يجيب اللانش بوكس ده ويعتمد عليه. طبعًا زي ما أنتِ شايفة أنا كنت باعمل لانش بوكس وادخّل جواه الحفاظة دي وكمان الزمزمية بتاعته، وكنت كمان باقفله وهو ياخده كده على كتفه ويمشي. جبت كمان إزازة زي ما أنتِ شايفة، الإزازة دي للعصير، هي صغيرة بس باينة لِك إن هي كبيرة، ولكن هي للعصير برضه، أي عصير بقى تدّوه له كده على الصبح. ولو عجبِك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.